وليد الركراكي يحضر لمفاجأة. يواصل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تحضيراته للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بإجراء لقاء ودي جمعه مساء الخميس بمنتخب جورجيا في الإمارات قبل العودة إلى قطر لاستئناف التحضيرات. وحسب معطيات خاصة حصل عليها العربي الجديد من مصدر مقرب من محيط المنتخب المغربي رفض ذكر اسمه، فإن الطريقة التي لعب بها وليد الركراكي مباراته الودية أمام جورجيا ليست هي التي سيعتمد عليها في أول لقاء رسمي أمام كرواتيا بحساب منافسات المجموعة السادسة من المونديال. وأوضح المصدر نفسه أن الركراكي قرر الوقوف على جاهزية بعض اللاعبين الذين لا يعرف عنهم الكثير، إضافة إلى تجريب آخرين في مراكز جديدة أمام جورجيا لتفادي معرفة خصومه طريقة لعبه، والحسم في التشكيلة النهائية التي سيعتمد عليها بشكل رسمي أمام رفاق لوكا مودريتش. وأشار المصدر ذاته إلى أن طريقة لعب أسود الأطلس والأسماء التي سيعتمد عليها الركراكي أمام كرواتيا ستكون مختلفة تماما عن تلك التي ظهر بها وديا في مواجهة جورجيا، وهو ما يبقي عنصر المفاجأة قائما داخل المنتخب المغربي في ظهوره الأول بمونديال قطر 2022 الأربعاء المقبل. يذكر أن المنتخب المغربي موجود في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، وهي المشاركة السادسة في تاريخ الكرة المغربية بالمونديال والثانية تواليا.